ندخل في المهم. في رئيس المخابرات السعودية كان اسمه بندر بن سلطان. بندر بن سلطان ده المفروض ان امريكا حطاه على قائمة الممولين لسبتمبر 11. يعني اذا هو ارهابي بالكامل، ممول وامير وبيدعم القاعدة و هوري لحضراتكم الخبر والصورة. مش دي المهم، مش دي النقطة اللي انا عايزة اتكلم فيها. ادي بندر، انا حبيت اوريكم بس الاسم او الشكل. يعني الاندبندنت بتقول عن رئيس المخابرات البريطانية السابق، بيقول ايه؟ ان الامير بندر ابلغني بانه سيجعل حياة الشيعة والعلويين كحياة اليهود في ظل النازية. الاندبندنت نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية محاضرة ألقاها الرئيس السابق للمخابرات البريطانية الخارجية M16 اسمه ريتشارد مش عارفه ايه، مش مهم، ان السعودية ساعدت داعش. ركزوا الله يخليكم على الموضوع، مهم جدا. عندي موضوعين في السعودية مهمين جدا جدا. ان السعودية ساعدت داعش في الاستيلاء على شمال العراق باعتبار ذلك جزءا من عملية اوسع لإبادة الشيعة وتحويل حياتهم إلى ما يشبه حياة اليهود في ظل النازيين الألمان. مين اللي بيقول الكلام ده؟ رئيس المخابرات البريطانية، قالها في محاضرة في الجامعة، وصحيفة الاندبندنت كتبت المحاضرة بالكامل. قال حرفيا أن السعودية ساعدت داعش في الاستيلاء على شمال العراق لأنها مليانة بالشيعة. وبحسب ما جاء في المحاضرة فإن رئيس الاستخبارات السعودية السابق بندر بن سلطان أبلغه حرفيا بأنه لن يكون ذلك اليوم بعيدا في الشرق الأوسط، حيث سيتولى مليار سني أمر الشيعة، في إشارة إلى إبادتهم، وأن اللحظة القاتلة التي توعد بها بندر بن سلطان الشيعة قد جاءت، ليس من خلال عملية الإبادة الشاملة لهم بواسطة العمليات الانتحارية فقط، بل بشكل خاص ان هم يعتقلوا الأطفال والنساء. الجملة اللي بعدها يعتقلوا النساء والأطفال ويقتلوهم. ده كلام بندر بن سلطان بيقولوا رئيس المخابرات البريطانية الأسبق. بيقول عندما ساعدت السعودية داعش للاستيلاء على شمال العراق في نينوى والموصل. ده شكل خاص، نينوى والموصل. مين اللي ساعد داعش؟ السعودية. مين؟ السعودية كمان مرة هي اللي ساعدت ومولت ودعمت داعش للاستيلاء على الموصل ونينوى. ليه؟ عشان تقضي على الشيعة. اللي قال الكلام ده بعده لكم كمان بندر بن سلطان، قالوا لرئيس المخابرات البريطانية. نشوف اللي بعد. باقي الكلام بعد اذن مخرجنا، باقي الكلام عن الموضوع ده في جزء اهي. شوفوا طبعا، سيبوكم من ان الكلام الحته اللي فوق دي اللي هي رئيس المخابرات بيقول ان الوهابيه هي المسيطره، او هي الجانب السني المسيطر على العالم كله، وهو اللي بيتمنى اباده الشيعة. نشوف الحته بعد اذن مخرجنا، الحته اللي بعدها اللي هي التكبير اهي. ويتابع في الموصل جرى تفجيرات لمزارات الشيعة والمساجد في مدينة تركمانية الشيعية القريبة من تل عفر، ووضعت داعش يدها على 4000 منزل باعتبارها غنيمة حرب. يعني داعش استولت على 4000 بيت شيعي. فين؟ في تل عفر. المهم، لا شك أن تمويلا هائلا ومتواصلا لداعش من السعودية وقطر قد لعب دورا محوريا في استيلائها على المناطق السنية في العراق، وداعش لم يكن ليحصل على هذه الأوامر والتوجيهات إلا بموافقة الممولين الخليجيين. يعني داعش ما بتعملش الكلام ده من نفسها، بتاخد الأوامر من اللي بيمولوها. بيقول ايه تاني؟ ان التفكير الاستراتيجي السعودي
يقوم على ركيزتين عميقتين الجذور، فهم ان السعوديون يعتقدون بان اي تحدي لهم بوصفهم اوصياء على المقدسات الاسلاميه لا يمكن ان يكون مقبولا من قبلهم. يعني اي حد يتحدى السعوديه، لان السعوديه بتعتبر نفسها هي المسؤوله عن المقدسات الاسلاميه اللي هي مكه والمدينه، فهذا غير مقبول. كما انهم يعتقدون ان الوهابيه هي الدين الاسلامي الصحيح والنقي، والباقي زنادقه وكفار. وعن النفاق السعودي بشأن زعمهم عن مكافحة الإرهاب، دوسوا على الكلام، يقول رئيس المخابرات أن السعوديون يقمعون الجهاديون فعلا داخل المملكة، ولكن في الداخل فقط، لكنهم يوجهونهم ويشجعونهم على العمل في الخارج. يعني جوه المملكة أقتلهم واذبحهم واجلدهم، في الخارج أدعمهم ومولهم لا سيما قتل الشيعة استنادا على العقيدة الوهابية. يعني اقتل الشيعة لأن هي دي عقيدة الوهابية. وزي ما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون، تقول في وثيقة من وثائقها ويكيليكس نشرتها أن السعودية لا تزال قاعدة الدعم الأساسية الحاسمة بالنسبة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة في باكستان وغيرها من الجماعات الإرهابية. شايفين ده هيلاري كلينتون اللي قالت الكلام ده عن السعودية. أنا كنت حاطة تحت عشان اللي عايز يقرأ أكتر عن هذه المقالة اللي قالها بندر واللي قالها الوزير الخارجية رئيس الاستخبارات البريطانية، كلام في منتهى الخطورة، بيثبت بالدليل القاطع. وخصوصا مين ده؟ بندر الممول لسبتمبر 11 اللي محطوط اسمه في CIA والFBI ان هو مدعم رئيسي للقاعدة، وزي ما سمعتوه في الكلام.